عودة الحياة لكرة القدم مرة أخرى وعودة دوري الأبطال هي أفضل عودة ممكن نتكلم عليها. اعمل لايك، اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان عندنا عودة وأحلى عودة. اعمل لايك لو سمحت عشان خاطر هنتكلم عن أبرز المباريات اللي هتتلعب في الجولة الأولى من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا وتوقعاتنا للمطوشة، وهنتكلم عن كلام مهم جدا أنت لازم تسمعه. أنا عارف مصلحتك فين، أنت لازم تسمعه. يلا بينا لو سمحت. 3 4 5 عندنا مباريات نارية، انت مش متوقع ان في كده في الدنيا. نبدأ من يوم الثلاث عشان خاطر اول ماتش ممكن نتكلم عنه هو ماتش ارسنال واتلتيك بلباو، وهو ماتش مش الابرز، مش الماتش اللي تقعد تستناه قوي، ولكن بداية ارسنال في دوري ابطال اوروبا هي بداية مهمة جدا في مشوارهم في دوري الابطال لو ناويين على حاجة، عشان خاطر بيواجهوا خصم زي اتلتيكو بلباو، خصم برده مش سهل قوي، عنده لعيبه مميزه كتير. انت هتواجه ارسنال برضو مش الفريق اللي بيشارك في دوري ابطال كل سنه. انا اسف، مش عشان السنه اللي فاتت عملت لك لقطتين على قفايا فهتعيش الدور، عشان نبقى على وضوح بس من الاخر يعني. فالسنه دي غير ارسنال، ريال مدريد جاي ولسه هنتكلم عن ريال مدريد. فبدايه مهمه الارسنال محتاج ان يبين قد ايه ان هو فعلا يعني انا ارسنال تاني وهوريكم ممكن اعمل ايه حتى لو في اتلتيكو بالباو، وهوريكم يعني. والمواجهه الثانيه ماتش للمتعه، فاهم، اللي هو حاجه تتفرج عليها بقى وانت كده كده مش فارق معاك ايه اللي هيحصل. يوفي وبروسيا دورتموند، عشان ماتش يوفنتوس ماشي بشكل مميز اخر فتره يعني الى حد ما بعد الحضار لتحت الارض ابتدى يصعد تدريجيا اليوفي، لكن بروسيا دورتموند تحس ان في هيكله جديده بتحصل للنادي بعد ما لعيبه كتيره مشيت، النجوم فضلت موجوده، مدير فني وشغل عالي بيحصل. فمواجهه ما بين فريقين كل واحد عايز بدايه دوري ابطال. برضو خلي بالك الجوله الاولى دي بتبقى مهمه عشان لكل الفرق هي استفتاحيه، عارف اللي هو ايه، كأنك بتفتح محل جديد. فالطلعه الاولى دي هي مهمه قوي في الباقي، اللي هو انا بضاعتي سليمه يا جدعان وفرقتي جايه بتقول انا هنا مش جايه شرف وجاي اقضي غرض وشكرا، لا، كل فريق عايز يثبت قد ايه ان هو موجود عشان ينافس، ومواجهات كلها صعبه لفرق كبيره زي دي في جوله افتتاحيه. علشان خاطر نتكلم عن كينج دوري الابطال والفريق الاعظم في العالم ريال مدريد، عشان هيواجه اولمبيك مارسيليا. مواجهه من وجهه نظري هي ممكن تكون الاسهل، انت واقع مع فرق كتير في القرعه، مع فرق كتير اصعب من كده، واقع مع ليفربول، واقع مع السيتي، واقع مع بلاوي سودا، فانت عندك اصعب من كده بكتير. فاولمبيك مارسيليا مواجهه الى حد ما سهله ان انت تطلع فيها امكانياتك، تبين قد ايه ان انت مختلف عن السنه اللي فاتت. تشابي الونسو جاي من فتره كويسه في الدوري، اداءات نتائج كويسه مش اداء كويس، واخد افضل مدرب في الدوري الاسباني الجوله الاولى اللي هو الشهر الاول يعني. جمع معايا عشان انا مش هقعد اقول كل حاجه لوحدي، لازم انا اقول انت تبقى فاهم انا عايز اقول لك ايه من الاخر. فريال مدريد في فتره كويسه، راجعين من توقف دولي، مفيش اصابات كتير عندك في الفرقه، الدنيا ابتدت تهدى، فانت هتكسب اولمبيك مارسيليا في السهل ان شاء الله وفي المضمون. لسه هنيجي للتوقع في اخر حلقه يعني. على جنب كده توتنهام وفيا ريال. توتنهام موجود معانا في اجواء دوري الابطال عشان خد الدوري الاوروبي، ما تعيش الدور، وكده كده فيا ريال على الله ان شاء الله. فهي مواجهه اللي هو ايه، تبقى عايز تعرف نتيجتها مش اكتر ولا اقل يعني. بس انا ميال لتوتنهام الموسم ده الصراحه من الاخر يا جدعان. لو بتتفرج على كل حاجه منزله انا معجب بتوتنهام، معجب بالصفقات بتاعتهم، معجب بالاداء، معجب بالمدرب بتاعهم. مشروع تحسه يوم لما هينجح هيحط على ناس كتير قوي. وافتكر كلامي لو انا فضلت عايش لحد ما مشروع توتنهام ده نجح اصلا. ندخل في الاربع شغل تاني بقى، تشيلسي وبايرن ميونخ. تعالى بقى مدعكة بقى الابطال تشتغل، اللي هو ايه، كل واحد بيطلع غله في التاني والضرب بقى يبدا. تشيلسي اخذوا كاس العالم للانديه من هنا وانحدار من هنا، اداء عالي مفيش، بالمر مفيش، اي حد مفيش، تفهمش ايه اللي بقى حصل لهم. في فجوه حد حدف عليهم نيك في التدريبات، تسريبات بقى وبلاوي سودا عندهم قدام بايرن ميونخ اللي كومباني مش 100% هو في السليم، اللي هو تحس ان وارد يحصل تعثر في اي وقت تلاقي كومباني ده اتنطر من بايرن ميونخ شكرا جزيلا. الفريق كويس، في صفقات طبعا دياز وبتاع، واللي هو تاه بتاع بايرن ليفركوزن ده هو تاه فعلا. ف
هو لا وحش قوي الصراحه، وحش كده اوفرت زياده عن اللزوم. فالفرقتين بصفقات جديده بفكر جديد بتطور كده، رتم سريع بيحصل. فالفرقتين في اصطدام بدري بدري هيدعكوا بعض. الماتش بقى ده تقعد تتفرج عليه بقى، تقعد تتفرج ايه اللي هيحصل. تشيلسي وبايرن ميونخ الصراحه، ليفربول واتلتيكو مدريد. وهنا بقى المطوشه اللي بجد، هنا المطوشه اللي تقعد عارف اللي هو انت على اعصابك وعارف ان الاثنين هيكسروا بعض من الاخر. ولكن مواجهه صعبه، خصوصا ان ليفربول واقف على ارض ثابته اكتر من اتلتيكو مدريد، اللي تحس ان اللي هو ممكن يقع في اي لحظه، حتى لو مع فريق سهل فريق صعب ممكن عادي يتخطف. ولكن ليفربول صفقات، لعيبه اساسيه، لعيبه احتياطي، مدير فني، ناس ابطال دوري انجليزي. فليفربول تحسه فريق شديد قوي الفتره دي. اجواءهم اجواء حماسيه موت، عارف اللي هو صفقات ديب ديب، كلها صفقات عاليه. واخدين دوري ابطال، واخدين دوري انجليزي. التيشيرت بتاعهم نضيف. انا مش عارف ليه بحس ان الحاجات دي بتدي مود غريب كده للفريق، ان هو فريق بشوات. مع اتلتيكو مدريد تحسهم عرقانين وحاجه نيله، يعني تحسهم اللي هم شغالين فلاحين. في ايه يا جدعان؟ ايه كميه الفرادة اللي انتوا فيها دي؟ وسيميوني برضو دماغه مطرطشه شويه. ولكن يظل اتلتيكو مدريد فريق صعب جدا، فريق كبير جدا يرخم على اي، يعني اتلتيكو مدريد يصنف ابرد فريق في العالم. فبرضه ما ينفعش تستقل بيه وما ينفعش تتهاون بيه في فريق صعب، تبقى مواجهه صعبه ما بين الاثنين. ليفربول عنده افضليه، ولكن ما ينفعش تستعين ابدا باتلتيكو مدريد. بطل دوري الابطال النسخه الماضيه باريس سان جيرمان بيواجه اتلانتا في الجوله الافتتاحيه، عشان خاطر يعني هي عشان هتفرق معاه كتير، لان باريس هيقع مع برشلونه وهيقع مع مشاكل كتير هتواجهه لسه في قرعته. فهو محتاج ان هو الماتش الاولاني ده خلاص اللي هو انا في السليم، مش عايز وجع دماغ، فاهم؟ وهو الدنيا سليمه. طبعا عنده اصابات، عنده لدين بيتصاب ودوي اتصاب، ولكن هيتعاملوا، يعني هو هيعرف يتعامل عادي. عشان نروح لخميس دوري الابطال، ماتشين في الرايق تتفرج عليهم وانت متمزج، السيتي ونابولي ونيوكاسل وبرشلونه. نروح للسيتي ونابولي الاول. اللي هو ايه، دي بروين قدام السيتي حاجه قلبك يتقطع عليه. عارف لما تشوف عيلك قدامك بيعيط وانت مش عارف تعمل له حاجه؟ مش عارف نفس الاحساس ازاي مع الماتش، ولكن تحسه ان في منها، فاهم؟ فالسيتي ونابولي ماتش السيتي اعلى بكل صراحه من نابولي، ولكن نابولي فريق بصفقات، عاملين شويه صفقات جامده. دي بروين عندهم، جابوا هويلاند، عاملين صفقات محترمه من الموسم اللي فات، وهم فريق محترم جدا جدا جدا. ولكن برضه الله اعلم ايه ممكن يحصل. ناس ابطال دوري عاملين شغل عالي قوي، صفقات وحاجات. يعني الدوري الايطالي الصراحه بقى فيه صفقات بتحصل فيه بشعه. اما عن نيوكاسل وبرشلونه، فنقدر نقول ان برشلونه ان شاء الله يتحط في مأزق في المواجهه الاولى مع نيوكاسل، فريق مغمور عادي اللي هو تحس ان انت ممكن تعديه. ولكن نيوكاسل ما بقاش زي نيوكاسل بتاع زمان. نيوكاسل بقى فريق تاني، فريق كبير، فريق عظيم، اديله عمري وبرده قليل، لان كده كده هيعمل حاجه مع برشلونه. ايه الحاجه؟ ما اعرفش. يا اما برشلونه يعمل اللي معاه حاجه، هو في الاغلب برشلونه اللي هيعمل معاه حاجه. بس هو ماتش صعب على الاثنين بجد بقى كوره، يعني هو ماتش صعب. نيوكاسل مش فريق سهل ابدا ايا كان مين الخصم اللي بيقابله، ولكن برشلونه فريق فظيع، فليك عبقري متخلف، يقدر يتعامل مع ايا كان مين الفريق اللي قدامه. فهتبقى مواجهه صعبه جدا سواء للاثنين في البدايه وفي الجوله الافتتاحيه دي. خلينا نروح لاخر حاجه، وهي التوقع لكل الماتشات اللي اتكلمنا عليها. سريعا لو هتقول لي ارسنال واتلتيكو بالباو، فانا اتوقع ان الماتش ده ممكن يخلص 1-0 لارسنال او تعادل 0-0، ولكن انا اميل مع ان ارسنال يكسب. اليوفي بروسيا دورتموند، انا اميل ان اليوفي الصراحه يكسب. يعني حاسسها كده. ريال مدريد واولمبيك مارسيليا، اظن مش محتاجه يعني مش محتاجه. طبعا ريال مدريد هيكسب ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. توتنهام وفيا ريال، انا بقول لك انا ميال، يعني انت لو ركزت في اللي انا اقوله فانا اقول توتنهام يعني ان شاء الله. واتوقع لا توتنهام ما ترجعش ورايا كتير وما تطولش معايا. اما عن تشيلسي وبايرن، وهنا تقف مع نفسك ثواني واقول لك عادي اللي هيكسب بايرن ميونخ. ليفربول واتلتيكو مدريد، انا الصراحه اروح مع ليفربول، بحس ان هم ناس هتكسب. باريس واتلانتا، اظن انت مش مستنيني اقول لك باريس طبعا. سيتي ونابولي، سيتي. نيوكاسل وبرشلونه،
برشلونه. ما اقدرش، مش اصلا مش كل حاجه بالقلب وبتاع، لا، العقل برضه بيحكم ساعات كده للاسف. لكن برشلونه، اتوقع برشلونه في البدايه كده هيرزعوهم. وهنا نكون اتكلمنا عن بدايه دوري الابطال. اتمنى تكون عملت لايك، اشتركت في القناه وفعلت زر الجرس. بعمل كده عشان بنساهم. ونتقابل في حلقات اخرى ان شاء الله.